السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل الزلابية بطريقة سهلة وان شاء الله تطلع معاكي هشة ومقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، طعمها كمان حلو قوي. ومهما فضلت موجودة عندك في التلاجة لا هتطرى ولا طعمها يتغير ان شاء الله. واقولك كمان على اسهل طريقة لتشكيلها. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. هنحتاج هنا كوبايتين من الدقيق وعليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة من اللبن الباودر. هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، ومعلقة سكر صغيرة. حطيت كمان كيس فانيليا ومعلقتين كبار من النشا. هقلب كل الحاجات دي مع بعض وهنزل معلقة زيت كبيرة. بعد كده هضيف ميه دافية بالتدريج، وما تحاوليش تحطي كمية ميه كبيرة مرة واحدة علشان ما تضطريش تضيفي دقيق بعد كده وتغيري في المقادير. هتضيفي ميه لحد ما توصلي لقوام اتقل من قوام الكيكه بشويه، يعني لو رفعتي المعلقه كده تنزل معاكي سايله بس متقطعه، يعني قوامها ما يكونش تقيل جدا وكمان ما يكونش خفيف لدرجه ان ينزل بانسيابيه من غير ما يكون متقطع زي ما انت شايفه. حاولي تقلبي فيها كتير لغايه ما تدخلي فيها كميه هواء كويسه. بعد كده بنغطيها ونسيبها في مكان دافي تخمر لمدة ساعتين، وبعد ما بتخمر بتقلبيها وتخرجي منها كل الهواء اللي فيها. وبعدين جبت كوباية زي بتاعة العصير اللي انت شايفاها دي، الكوباية دي بتكون فيها فتحة من فوق زي ما انت شايفة، هتساعدني ان انا انزل الزلابية منها من غير ما بهدل ايدي بالعجين ولا حاجة. كمان هساعدك ان الزلابية يطلع شكلها متساوي الى حد كبير، يعني مش تطلع كائنات فضائية ولا حاجة. كمان لفيت عليها الاسترتش ده علشان اقدر اقطعها من غير ما الكوباية تضايقني او تتفتح مني. ليه في الكوباية حلو قوي علشان وانت بتقطعي ما تلاقيش الكوباية اتفتحت معاكي. جهزت كمان معلقة زي ما انت شايفة كده وزيت، علشان كل مرة هحط المعلقة في الزيت علشان ما تلزقش فيها واقدر انزل الزلابية بسهولة. نزلي الزلابية في زيت سخن بس مش بيغلي علشان ما تاخدش لون بسرعة وتبقى من جوه لسه مش مستوية كفاية. كمان هدي النار وانتي بتقطعيها علشان كلها تاخد نفس اللون. بعد ما كلها تاخد اللون ده هنطلعها في مصفى وهنخلص كل الكمية، وبعدين نبتدي نقليها تاني مرة وعلى نار متوسطة. هفضل اقلب فيها باستمرار علشان كلها تاخد نفس اللون. لو عليت النار هتاخد لون بسرعة من غير ما تكون مقرمشة كويس. كمان خدي بالك لو هتعمليها بالعسل بتطلعيها اللون اللي انت شايفاه ده ذهبي غامق، لكن لو هتعمليها بالسكر بتطلعيها افتح شويه، علشان اللي بنحطها في العسل لو طلعتيها فاتحه هتطرى معاكي، لكن اللي بتحطي عليها سكر باودر مفيش اي سوائل هتحطيها عليها الطريه. فلو طلعتيها غامقه وحطيتي عليها سكر باودر بتطلع ناشفه بزياده. طلعتها من الزيت على مصفى، سبتها دقيقه بس علشان تنزل اي زيت فيها، وبعدين نزلتها في العسل. بسيبها في العسل لمدة دقيقتين وبعدين ما اطلعها بتطلع مقرمشة زي ما انت شايفة وهشة من جوه وطعمها لذيذ جدا. وبس كده عملنا احلى زلابية بمنتهى البساطة وطريقة تشكيل سهلة، ان شاء الله تطلع معاكي هشة ولذيذة ومقرمشة من بره وطرية من جوه. اتمنى تجربيها وتقولي لي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا. السلام عليكم.